إن الظلم وإن طال لا بد من أن تشرق شمس الحرية لتنير هذا العالم، ولا بد للظلم أن يزول بسواعد أبطالنا وبعزيمة شبيبتنا. سنرسم للعالم طريق الخلاص، سنعطي هذا العالم درسا في النضال من أجل الوصول لحريتنا. نحن نتاج فكر قائد الإنسانية عبد الله وجلال، ولن نرضى لقائدنا أن يكون عند دولة لا تعرف الإنسانية. جئنا لنقول للعالم حرية القائد الجسدية مطلبنا الأساسي، وسنناضل ونقاتل حتى تحرير قائدنا. لقد طال بكم الأمل أيها المعتدون، ولن تستطيعوا قضبان سجنكم أن تمنع شعاع النور وفكر القائد ومن أن تشع للعالم أجمع. لقد تركت بصمة أيها القائد في قلوبنا وعقولنا لن تزول، ونقول للعالم أجمع إننا شبيبة عوائل الشهداء ماضون على خطى القائد، وسنحرر قائدنا، وسيكون بيننا بين أهله وشعبه، وسنضع نصب أعيننا على هذا الهدف، فهو القائل بالشبيبة بدأنا وبالشبيبة سننتصر. نعاهدك أيها القائد أبو أن على السير على خطى الشهداء، وأننا سنحرر أرض